السلام عليكم. الاسم سيدي محمد بوستاتي، مواليد مدينة مراكش، السكنة بسطات، متزوج، عندي واحد البنية، كاري في مدينة سطات، كنعمل بشركة سيتافيكس، هي هذه البطاقة التعريفية ديالي. عامل بشركة سيتافيكس منذ شهر 5/2002 حتى 4 يوليوز من 2011 إثر طرد تعسفي قامت به الشركة ضدي. بحكم أن العمل ديالي داخل الشركة بتوقيت معين، هو أنني كنخدم من 8/12 جوج 6 الاثنين في الصباح. مشيت كباقي الأيام، يعني مستعد الإنسان باش يخدم. ركبت في الحافلة، وصلنا هذيك 8 إلا ربع، دخلت كباقي العمال، فإذا بالحارس ديال الباب كيعيط ليا بالاسم ديالي، كيقول لي ودي واحد الدقيقة، ما كاين باس. قال لي ودي راه أمرني المدير باش تسناه تيجي مع 8 ولا 8:30 ولا 9، بقى تسناه تيجي ديك الساعة باش يشوف معاك. قلت له ودي ما كاين باس. قال لي أنا راه ما عرفتش، المهم تسناه. جلست تما كنتسنى السي المدير تيجي، تقريبا بقيت جالس حتى شي 8:30 هكاك، من 8 إلا ربع حتى 8:30 وانا جالس عند الباب. فإذا بالمدير دخل، ملي وصل للبيرو ديالو اتصل به الحارس، قال لي البوستاتي هنا. قال لي ودي لا يتسنى تيجي واحد السيد اخر اللي هو الشاف بيرسونيل. بقيت كنتسنى تقريبا حتى شي 9 إلا ربع، جا بعد تقريبا شي 5 دقائق ولا 10 دقائق عيط ليا، دخلت عندهم لقيتهم بجوج في المكتب. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل، شنو هو المشكل يا سيدي؟ ياك سيدي راه هناك بعض الشكاوى من بعض العمال، غتسمح لينا حتى العشيه ان شاء الله وترجع بين ما نديروا بعض التحريات. ديما قلتو عيب عادي، يعني تقبلتها كي كنقولوا بروح رياضيه، حيت عرفت بان راه ما كاين حتى حاجه. خرجت مشيت، واش غندخل نخدم؟ قال لك لا، المهم راه تمشي حتى العشيه وترجع. قلت ليه واخا سيدي. مشيت العشيه عاود رجعت عندهم، لقيت المدير بوحدو، دخلت عندو، فإذا به في محادثات بيني وبينه كيقول لي ودي راه بعض الناس كتشكى منك، لاش؟ المهم راه كاين واحد الرسالة، ها قراها بعدا باش تشوف. قلت له واخا. الرسالة هي هذه اللي غنوريكم، وهي هذه. قريتها، لقيت بأن كيقول لك ارتكبتي خطأ جسيم. الخطأ الجسيم شنو هو؟ هو انك كتحرض الناس باش ما تمشيش الموازين وباش ما تصوتش بنعم والدستور. صراحة ملي قريت انا بديت كنضحك، يعني اش مع علاقة شركة سيتافيكس اللي هي متخصصة في النسيج، اش مع علاقة ليها بموازين، واش مع علاقة ليها بالدستور؟ يعني قريت الرسالة صراحة جاتني الضحكة اللي بديت نقرا، لأن داكشي اللي فيها لا علاقة له بالخدمة. كنت كنتسنى يعني غيقول لي شي حاجة، ولا ربما عندك شي خدمة ما قاديتيهاش، ولا خطأ جسيم شي حاجة كبيرة درتيها. فإذا بي كنتفاجأ بأن موازين، وكنتفاجأ بمسألة الدستور. الغريب في الأمر هو أناش دخل موازين، واش دخل الدستور المسألة ديال النسيج. داروا معايا واحد النهار اللي هو الجمعة 8 يوليوز عاد باش نحضر لواحد الجلسة استماع. المهم ما علينا، خديت الرسالة، مشيت ريحت، تسنيت حتى نهار الجمعة. نهار الجمعة طلعت عندهم دايرين معايا مع 10، مشيت مع 10، قال لي تسنيت واحد شوية تقريبا شي 10:30. درنا واحد الجلسة استماع اللي حضر فيها المدير، حضر فيها الشاف بيرسونيل، حضر فيها الشاف الديبارتمون ديالي. بدينا الجلسة كنتحدثوا، يعني وجه لي اتهامات اللي هي انك تحرض الناس وكدير البلبله وداخل الشركه وفي الحافله، كتحرض الناس بان ما تمشيش الموازين وما تصوتش بنعم على الدستور. كدير البلبله، كتمشي عند الناس، كتفرق ما عرفت ديتراكت، كتفرق بعض المنشورات، ولا رغم انني انا نفيت هذا الشيء لان انا ما كنفرق لا منشورات لا والو. قلت لهم بان الحديث اودي راه دائر بين عامه الناس. علاش؟ لان هذا حديث ديال الساعه ولا حديث ديال ذاك الوقت. داروا واحد الجلسه درناها ديال تقريبا 10 دقائق، كملنا. قال لك اودي تسنانا واحد 5 دقائق. قلت له واخا. خرجت على برا، بقيت كنتسناهم، داز تقريبا شي ربع ساعه ولا قسمين.
فاذا بك يخرج المدير كيقول لي ودي حتى العشيه ان شاء الله ورجع. قلت له ماشي مشكل. العشيه رجعت ثاني، قال لي مع ديك الربعه، رجعت مع ديك الربعه 4:30. لقيت السيد المدير، دخلت عنده، السلام عليكم. وعليكم السلام، شنو هو المشكل؟ دخل معاه المستشار القانوني ديال المؤسسه، فاذا بي يعني كنلقى بان رساله موجدين ليا، وهي ديال التوقيف والطرد التعسفي.